انا بس محتاجة ابقى جاهز. انا بس مستني ان الرؤية تبقى اوضح بالنسبة لي وهتحرك على طول. انا بس مش عايز اخد القرار الغلط، فمهم جدا استنى لحد ما الدنيا تبقى واضحة، بعد كده هاخد قراري. هل في اي جملة من الجمل اللي فاتت دي انت قلتها لنفسك قبل كده، او سمعت حد من صحابك بيقولها، او حاسس ان انت هي مش غريبة عليك؟ لو انت فاكر ان الجمل اللي فاتت دي هي معناها ان انت فعلا بتدور على الوضوح، فخليني افاجئك واقولك انه انت كده بس مش عايز تبقى تايه. ده مش وضوح، انت كده مرتاح في الكومفورت زون. انا يا مصطفى، تعالوا نفكر قبل ما نقرر. في اعتقاد كده عند ناس كتير انه الوضوح ده حاجة بتيجي، انه احساس كده انت بتحسه، انه لحظة كده الشك كله بيختفي. احنا بنتعامل مع الوضوح على اساس ان هو زي اشارة المرور الخضراء اللي احنا بنحتاج نستناها انها تيجي عشان نقدر ان احنا نعدي. الاعتقاد ده اسمه الكلاريتي illusion او وهم الوضوح. الكلاريتي illusion ده بيخلينا نتعامل مع يعني مع عدم الوضوح ده على اساس ان هو مشكلة، مع ان في الحقيقة هو عدم الوضوح ده هو جزء من رحلتك في اتخاذ اي قرار، بس احنا بنتعامل معاه على اساس ان هو مشكلة. وبالعكس ده احنا بنتعامل كمان انه الصح ان احنا نستنى وما نستعجلش، وان احنا نستنى لحد الوضوح ما يجي، لان هو ده اكتر حاجة مسؤولة احنا نقدر احنا نعملها. علشان الشعور ده هو مش مريح، يعني عدم الوضوح ده مش حاجة مريحة، فالناس بتبدأ تتجه انها تستعير الوضوح، تدور على ناس هي واضح انها واثقة جدا في نفسها وفي قراراتها وفي اختياراتها، فتستعير الوضوح بتاعهم ده وتطبقه على حياتهم. فالبروسس دي او العملية دي هي البورود كلاريتي او الوضوح المستعار. الوضوح المستعار ده بيعمل ايه بقى؟ الوضوح المستعار ده بيريح عقلك بقى خالص، بيخليك مش محتاج ان انت تفكر، بيشيل من عليك اي ضغط ان انت تعيش بقى في شعور مش مريح او ان انت تضغط على نفسك ان انت تفكر. بيريحك من كل ده. بس خلي بالك ان الراحة دي هي ليها تمنها برضو، لان احنا اتفقنا ان انت استعرت الوضوح صح، وبنيت عليه بقى حاجات وما فكرتش وارتحت وكل الكلام ده. القرار اللي انت هتاخده اللي مبني على الوضوح المستعار اللي ما كانش بتاعك، القرار ده هو برضو مش بتاعك، لان هو مبني على حاجة هي اصلا ما كانتش بتاعتك من الاول. بعد كده لما الشك بيرجع لك، هو دايما بيرجع لك، فانت مش بتبقى عارف تثق في مين، تثق في نفسك وفي اللي انت شايفه وفي احساسك، ولا تثق في الصوت والوضوح اللي انت استعرته من حد تاني. مش بتبقى عارف تكمل مع مين. ودي اكتر فترة الناس بتحس فيها انها stuck، هي محبوسة مش عارفة تعمل ايه، لان هما في الوقت ده هما بيبقوا حاسين انه احنا كده جامدين وناضجين ومتحملين المسؤولية ومستنيين الوضوح عشان نعرف ناخد قرار سليم. بس هما في الحقيقة هما مستنيين شعور هو عمره ما هيجي. فده اللي انا بسميه الفولس readiness او الاستعداد الخاطئ او الوهمي، الاستعداد الوهمي. الفولس readiness ده بيخلي الناس
هي اولا مش بتبذل اي مجهود انها تفكر او تغير القناعة اللي جواها، او انها تشك ولو للحظة في ان هما كل اللي هم وصلوه ده هو ما كانش بتاعهم. فالناس بتتعامل مع الفولس ريدنس ده على اساس ان هو مرحلة تحضير، مع ان هو في الحقيقة هو بس رغبة منك ان انت مش عايز تواجه. فانت في الفترة دي بتقعد تعدل وتخطط وتجهز نفسك، عشان بتقول لنفسك انا كده بحاول ابقى جاهز بس انت طبعا انت مش بتوصل لحاجة، لانه كده كده مفيش حاجة هتجيلك، مفيش حاجة هتحسها. وده مش عشان انت مش عايز تعمل حاجة او ان انت كسلان، على قد ما هو الشعور بتاع عدم الوضوح ده هو مش بيحسسك بالامان ولا بالراحة. فبالتالي بتحاول ان انت مش عايز تواجهه، بتحاول انت تهرب منه. فبتهرب منه بان انت تحاول تقنع نفسك ان انت بتعدل وبتخطط وبتجهز، بتحاول ان انت تستعد. بس انت في الحقيقة انت مش عايز تواجه هذا الشعور الغير مريح. ايه اللي الناس مش بتاخد بالها منه بقى؟ الناس مش بتاخد بالها انه الوضوح ده هو مش حاجة بتيجي، مش حاجة فجأة بنحسها. الوضوح ده بيجي مع الفرق، وبيجي مع المحاولة، وبيجي مع التخبيط ومع التوتر، مع مشاعر كتير هي مش مريحة. الوضوح مش بيجي من الثقة، الوضوح بيجي بعد الثقة. بمعنى انه ما ينفعش تستنى انك تبقى واثق فبالتالي تحس ان انا كده الدنيا واضحة بالنسبة لي، انا واثق فبالتالي هتحرك. هو الوضوح بيجيلك بعد ما تكون جربت الحاجة اكتر من مرة، فبنيت الثقة، فالدنيا بقت اوضح بالنسبة لك انه ده مناسب ليا او ده مش مناسب ليا. فاللي الناس مش بتبقى واخدة بالها منه هو انه الوضوح مش بيجي من الثقة، الوضوح بيجي من انك تقعد وتواجه مشاعر هي مش مريحة، تواجه عدم الثقة، تواجه عدم الوضوح، تواجه ان انت ممكن تبقى تايه وان انت ممكن تبقى مش عارف، وتقعد مع ده من غير ما تهرب منه. تقعد وتقبل ان ده جزء من العملية بتاعة اتخاذ القرار، وانه من غير مرحلة عدم الوضوح دي انت مش هتعرف تاخد قرار حقيقي وسليم. لان لو كل حاجة كانت سهلة واضحة وبسيطة فمفيش اي حاجة هتبقى صعبة ومفيش اي قرار هيبقى صعب. القرارات بتبقى صعبة علشان انت بتحتاج تواجه حاجات ومشاعر انت في العادي مش بتبقى عايز تواجهها ومش مرتاح ان انت تواجهها. بس هو الوضوح بيجي للناس اللي بتقعد وتواجه هذه المشاعر، واللي بتقعد وتقبل هذه المشاعر، تتعامل معاها على انها جزء من الرحلة بتاعتها، علشان تعرف تختار او تاخد قرار هو مظبوط ومش مستعار، هو قرار بتاعها هي فعلا. انا مش هدفي من الفيديو ده ان انت تقوم وتتحرك وتعمل حاجة دلوقتي. انا كل اللي نفسي فيه ان الفيديو ده يساعدك ان انت تشك في القناعة اللي جواك ان لازم الرؤية تبقى واضحة خالص في الاول. ساعات الصح مش انك تاخد قرار بسرعة، ولكن انك تتعلم تتعامل مع عدم الراحة وعدم الوضوح اللي بيبقى قبل اتخاذ القرار ده، وانك تحبه تقبله وتواجهه متهربش منه. متنساش
تسعى اللي تستاهله مش اللي سهل توصل. اشوفكم الاسبوع الجاي.